عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا بقى الكل دلوقتي شغال بقى تنظيفات عشان العيد وكده، بس احنا بقى ناس مرتاحين. خلصنا كل حاجة قبل رمضان، فاللي هو الروتينات بتاعتنا العادية بنروق شقتنا اليومية عشان خاطر يبقى شقتنا نظيفة. بس ده ميمنعش طبعا ان احنا برضو يعني كمان يومين او 3 كده هنزل لكم طبعا بالتنظيفات. هنمسح الشقة بقى بس مسحة خفيفة كده. طبعا عملنا كل التنظيف السنوي قبل رمضان. وده احسن حاجة طبعا عشان ما نضيعش رمضان في النظافة والحاجات دي. هيبقى معانا ان شاء الله بقى تنظيفات العيد هتبقى بسيطة وسهلة. اللي هو هتاخد مننا مثلا ساعتين 3 يبقى الشقة كلها بالمطبخ يعني ان شاء الله. المطبخ برضه هيتعمل كده حلقات من يعني هتتغسل الحيطان اللي ورا البوتاجاز مثلا. ظرف المطبخ من بره، لكن بقى من جوه والحاجات ديت الظرف يعني من جوه كده. طبعا الحاجات دي كلها كنا عاملينها مع بعض. هنا بقى النهارده كنت هعمل كبده. طبعا انا عايزه اقول لكم يعني هقول لكم، بس انا اقول لكم على الخلطه دي الاول. هنا جبت معايا شطه وفلفل. طبعا انا مش حابه ان انا اعملها بشطه يعني. مش عايزه اعملها سبايسي يعني وكده. حطيت قرن واحد شطه وحطيت الباقي فلفل. وكان عندي طبعا في ناس بتحب اللي هو ايه تبقى دقه الحاجات دي مع الثوم وتبقى شايلاها في رف في الفريزر، وده طبعا سهل جدا. انا عامله الثوم بس هو اللي في الفريزر، لكن ما عملتش شطه وفلفل وكده في الفريزر، وده طبعا بيسهل عليكي. طبعا هنا جبتها دقتها وجبت معلقه من الثوم، معلقه صغيره. تحطي بقى الكبده بتحبش يعني حاجات كتير بهارات ولا اي حاجه غير الفلفل الاسود والكزبره والكمون. وعصرت ليمونه ومعلقه من الخل. طبعا الدقة دي بتخلي الكبدة في حتة تانية خالص. طبعا انا كنت بعمل الكبدة الاول خالص بالطريقة اللي انا هعملها معاكم دي، لكن جه عليا فترة كده قعدت تقولي لا ازاي يعني الكبدة لازم تتغسل. يعني قعدت بقى اغسلها واديها شطفة كده واحط عليها ليمون واحطها في الصفاية واحط عليها بقى التتبيلة دي شوية، ومش عارف برضو كانت بتطلع معايا زفرة شوية. قعدت اقول بقى انا كنت بعملها حلوة، ايه اللي خلاني يعني انا بغسلها وبهتم بيها، ايه اللي خلاها مش حلوة؟ فضلت برضو الحمد لله يعني ان انا عملتها واشوف فيديوهات وكده. ده طبعا يعني مش غلط ان الواحد يتعلم، ولو مش عارفه حاجه تخشي على اليوتيوب وتشوفي قنوات غيرك بتعمل ايه. وعملتها بقى ما غسلتهاش بصراحه، سبتها كده هي طبعا صبحه. سبتها كده في الصفايه تنزل فيها اي دم. هنا بقى ما كانش فيها دهن فكترت في السمنه شويه. هي بقى لما طبعا هي صفت شويه، فاول ما بتنزليها والزيت سخن اللي هي السمنة يعني سخنة كده، الطشة دي بتخليش فيها اي حاجة وبتبقى ريحتها حلوة. حطيت هنا بقى فلفل اسود وسبتها كده لحد ما تتشوح. ما حطيتش حاجة غير الفلفل الاسود، مش عايزة احط ملح عشان ما تنزلش مية معايا. فعلا لما عملتها كده كانت حلوة جدا وطعمها كان حلو جدا. يعني انا فضلت يعني اقول يعني في ناس تقولك لا لازم تتغسل وكده، بس فعلا لما كنت بغسلها كان لونها بيغير، حتى لما تستوي يبقى لونها غامق شوية. وكان بتبقى ريحتها مش حلوة، يعني مش هقولكوا زفرة قوي يعني، بس لها ريحة مش حلوة. لكن بقى لما سبتها كده اتصفت شوية معايا في الصفاية، وبعد كده بقى نزلت فيها بالسمنة كده. وطبعا السمنة خلاها تتقدح كويس. اول الطشة دي بقى بتخليها وتاخد صدمة كده، متبقاش فيها ريحة زفارة ولا اي حاجة. حط شوية من الفلفل الاسود وسيبيها تتشوح كويس قوي لحد كلها ما تاخد لون. انا عمالة اشوح فيها كده اللي هو في حتة عمالة اقلبها عشان كلها عايزة تاخد لون واحد. طبعا هي حلوة انها في الاكل ما بتاخدش وقت يعني. انا كنت داخلة المطبخ 5:30 على ما جهزت الدقة بتاعتها، وكمان قشرت البطاطس وجهزتها عشان احمرها. وكمان يعني عملت على العصير وكده. هي مخدتش اصلا 10 دقايق، هي ما بتحبش تتأخر في الفرن على البوتاجاز علشان خاطر ما تنشفش منك وتبقى طعمها مش حلو ولونها كمان بيغمق وبتكش. تلاقي الكيلو ده بقى حبة صغيرة خالص، ما بتأخرهاش في التسوية. طبعا هنا خلاص بقى كلها خدت لون. هنزل عليها بقى بالدقة. وانا حطيت شوية من الكزبرة تاني وشوية من الملح برضه عشان مكنتش مكترة ملح قوي. بس بقى فضلت بقى اقلب فيها شوية، كانت ريحتها حلوة قوي الدقة دي. بتخلي ريحة الكبدة حلوة. طبعا انت حابة تحطي تعمليها سبايسي او حابة انك تكتري الفلفل شوية كتري. انا كنت عاملة يعني مش بحب اكتره قوي. زي ما قلت لكم بقى كده انا عملتها يعني خلاص كان على الفطار على طول يعني. كان
ناقص اخر نص ساعة بقى عملت فيها كذا حاجة كده، لان هي بتحب تتاكل سخنة يعني، تتأخر ما تعملهاش بدري يعني، ترجعي تسخنيها او كده، لا اعمليها على الفطار على طول. وحمرت بقى جنبها بطاطس وسخنت جنبها عيش. كده خلاص يكون الفيديو خلص، مطولتش عليكم الفيديو النهاردة، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.